مصر، كورة مصر، عيش الكورة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم معنا في حلقه جديده وبرنامجكم الرياضي اليومي الملعب من السبت حتى الاربعاء من كل اسبوع، ساعه كامله على الهواء مباشره من الساعه 11 وحتى منتصف ليل القاهره. اهلا بحضراتكم معنا وفريق عمل يوم السبت وكره مصر. وطبعا كره مصر امبارح شهدت العديد من المباريات المهمه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، زي ما كلنا تابعنا مباراه الاهلي ونادي مازيمبي الكونغولي، وشفنا طبعا فوز النادي الاهلي 3-0. طبعا ببارك لنادي الاهلي وبنتمنى له ان شاء الله يصل الى نهائي تلك البطوله. هو وصل بالفعل، نتمنى له الحصول على النجمه ال 12 في تاريخه. وطبعا زي ما كلنا عارفين الاهلي بوصوله لهذا النهائي هو النهائي الخامس على التوالي. طبعا الاهلي وصل قبل كده للنهائي اكتر من مره، لكن دي خامس مره على التوالي. وشفنا كمان امبارح برضو مباراه في نصف النهائي ما بين سان داونز الجنوب افريقي ونادي الترجي التونسي، وشفنا نادي الترجي بيفوز على سان داونز بنتيجه 1-0. معنى كده ان هيكون ان شاء الله النهائي ما بين النادي الاهلي المصري ونادي الترجي التونسي، يعني النهائي هيكون عربي والبطوله عربيه ان شاء الله. طبعا من حقنا احنا كمصريين نتمنى كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي. طبعا في البدايه نحب نرحب مع ضيف حلقتنا النهارده اللي منورنا، الناقد الرياضي عادل عطيه اللي هيشاركنا الحوار طوال هذه الحلقه. اهلا بحضرتك معنا يا استاذ عادل. اهلا وسهلا حضرتك، الله يخليك. الحمد لله. طبعا احنا عايزين نتكلم عن مباراه امبارح اللي الكل كان بيتابعها، مش بس على مستوى الجماهير المصريه لكن كمان الجماهير العربيه، لان البطوله زي ما كلنا عارفين دوري ابطال افريقيا، البطوله الافريقيه الشهيره او الاشهر اللي كلنا بنتابعها. هل كنت تتوقع ان النهائي يكون ما بين الاهلي والترجي، رغم ان الكل كان بيتوقع ان النهائي يكون ما بين الاهلي وفريق سان داونز لانه فريق قوي والناس كلها كانت متوقعه ان تكون النهائي بين الفريقين دول؟ والله في البدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي على الفوز الكبير 3-0 اللي هو قدر يتخطى فريق زي مازيمبي الكونغولي، الفريق القوي العريق صاحب الالقاب الافريقيه، 5 القاب افريقيه ونهائي دوري كاس العالم للانديه قدام الانتر ميلان الايطالي. فريق عنده باع كبير جدا في دوري ابطال افريقيا، لكن في الفترات السابقه كان برضو مستواه قل بشكل كبير، لكن رجع تاني هذا الموسم، قدر يستعيد قواه تاني وقدر يؤدي موسم قوي وبطوله قويه بدليل يوصل للسيمي فاينل. لكن الاهلي قدر يتخطى العقبه دي بشكل جيد جدا، قدر يتعادل سلبي في ماتش الذهاب، ثم شفنا بالامس المباراه كانت قويه جدا، مثيره جدا، ممتعه، فيها بعض المطبات وبعض الوقفات كتير جدا في المباراه اللي هنتكلم عليها. الحمد لله. هل كنت تتوقع حضرتك ان الاهلي يوصل للنهائي للمره الخامسه على التوالي؟ كان ده متوقع؟ والله الاهلي ماشي في خطه ثابته، الاهلي منظومه متكامله، الاهلي فريق بيلعب بشكل ممنهج واداره واعيه جدا، عامل كل واحد ليه تخصصه، كل واحد ليه الاداء اللي بيعمله في النادي الاهلي، كل واحد ليه الفكر بتاعه اللي بيقدمه، وبيتحاسب كل موسم او نهايه كل موسم، فماشي بشكل جيد. يعني عشان فريق يوصل للمره الخامسه على التوالي الفاينل، دي برضو ريكورد عالي جدا. في استقرار، في تدعيم للصفوف، في فكر بيتقدم، في فكر بيتطبق في الملعب، في مجهود، في تعب، في منظومه كامله بتشتغل بشكل رائع جدا. ده اللي شفناه، او ده الناتج اللي بيحصل. ده النتيجه بتحصل ايه؟ الناتج بيحصل ايه؟ الفريق بيحقق اهدافه، بيحقق نتائج مميزه، بيوصل للنهائيات، بيحقق انجازات، بطولات. يعني المره 11 بياخد 11 مره دوري ابطال افريقيا. ايوه. ويوصل للمره ال 17 في تاريخه للنهائي. يعني وصل 16 مره قبل كده، دي المره ال 17 بيعادل الريكورد بتاع ريال مدريد. فده كله ما بيجيش من فراغ، اكيد في ناس بتشتغل، في ناس مخلصه، في ناس بتأدي عملها. صحيح في بعض المطبات وبعض السلبيات، لكن الايجابيات اكتر هي اللي بتطغى على السلبيات، وعشان كده المسيره بتكتمل وبتمشي، والنتائج بتبقى متوقع. طبعا الحاجه الثانيه اللي الاهلي حقق نتيجه جيده في مازيمبي في الكونجو يعني. ايوه. قدر يتعادل 0-0 رغم الفريق برضه فريق قوي، والاهلي كان ممكن يكسب هناك، لكن النتيجه الى حد ما مرضيه. شفنا تألق من مصطفى شوبير هناك، اكتر من فرصه، اكتر من انفراد. الفريق فايق، في مركز. الماتش بتاع امبارح ممكن حضرتك تقولي اللي هو جه على كذا فتره. يعني الشوط الاولاني شفنا الاهلي
بيهاجم، مازيمبي بيدافع بشكل قوي جدا، حارس مرمى مميز الفريق الكونغولي، طبعا. لكن ما قدرش يحرز اهداف، اضاع بعض الفرص من السوليه من بعض المهاجمين، نقدر لكن نقول ان ما الشوط قدرش. الاول لانه كان خالي من الاهداف وخالي من الاثاره، ويعني المتعارف عليه في كره القدم كان يعني الشوط الاول كان هادي الى حد ما، كان خامل كده، ما فيش فيه اي نوع من انواع الهجوم والدفاع من كلا الطرفين. لا كان شوط مش هادي، الماتش اصلا كان كله كانش هادي، كان كله محطات كبيره جدا. كان فيه هجوم للاهلي، في فرص ضايعه من الاهلي، لكن مش فيها تركيز، ما فيش فيها اصرار، ما فيها شراسه للمهاجمين او الخط الوسط. يعني كده نقدر نطلق عليه ان هو الشوط الاول ما كان عديم، ان في انعدام تركيز يعني من فريق النادي الاهلي، آه. ودفاع جيد جدا وتركيز عالي جدا من الفريق الكونغولي مازيمبي. الامر ده طبعا صعب على الاهلي في الشوط الثاني. كان كله متوقع الاهلي ينزل المهاجم، بيدافع اكتر، بيضغط اكتر، لا لكن شفنا العكس، شفنا مازيمبي هو اللي بدأ الشوط الثاني بضغط كبير جدا. قدر اكرم يطلع هدف مؤكد جدا لفريق مازيمبي أيوة. من على خط المرمى، ثم قدر يحرز مازيمبي هدف بس جه من لمسه يد، اتلغى والفار الغى الهدف، هدف فعلا اتلغى. اعتقد المحطتين دول، الهدف اللي طلعه اكرم زائد الهدف الملغي، حصل استفاقه للاهلي من اللعيبه، من مستر كورر اللي كان واقف بره ما غيرش حد في الشوطين. أيوة. كان لازم يغير بعض اللعيبه المنهكه زي السوليه اللي خرج برضو احنا مش عندنا راضي عن كلام، تغييره يعني. لا عندنا كلام طبعا عن مستر كولر، بس انا عايز اعرف يعني او ااكد على نقطه ان مجرد ما اتلغى الهدف بتاع مازيمبي الكونغولي اتغيرت المباراه، كان بالزبط. نقطه تحول في المباراه بالزبط. ككل. بالظبط. طب يعني نرجع كده من كبيرة. البدايه، يعني تشكيل المباراه، هل حضرتك شايف يا استاذ عادل ان ده كان التشكيل المثالي اللي بدا بيه كولر المباراه؟ هو في الظروف اللي معاه، لان عنده كان بعض الاصابات وبعض الغيابات كتير جدا، كان عنده حسين الشحات مصاب وكان مش جاهز، بس كان على الدكه. نفس القصه مروان، بس كان خارج التشكيل. مروان كان خارج التشكيل خالص. امام راجع من الاصابه فما دفعش بيه. كهربا على دكه البدلاء. كان في بعض الغيابات في الفريق، لكن هل كنت حابب تشوف رضا سليم، مروان طبعا عطيه؟ طبعا طبعا، بس هو خلى الدكه قويه برضه. الاهلي عنده دكه، عنده سكواد عالي جدا الاهلي، الاساسي زي الاحتياطي. لكن البدايه ما كانتش قويه، ما كانتش، وكان المشهد الجماهيري مشهد مرعب. استاد القاهره كان ممتلئ على اخره، تشجيع رهيب جدا، مؤازره ومسانده بشكل كبير جدا، حاجه مفرحه بشكل كبير، طبعًا. حاجه حلوه يعني. طبعا. لكن ما قدروش يستغلوا الفرص في الشوط الاولاني. الشوط الثاني بعد المحطات اللي قلت لحضرتك عليهم دول، من مازيمبي اللي هو الهدف اللي اخرجه اكرم، ثم الهدف الملغي ده فوق اللعيبه وفوق حتى جمهور في المدرجات، والتشجيع والمؤازره بقت كبيره جدا. وكولر غير ونزل امام عاشور بدل السوليه اللي هو كان غير راضي عن تغييره، لكن هو تغيير في محله بشكل كبير جدا. قدر امام عاشور يعمل بالانس او توازن للفريق، بقى عنده رؤيه، عنده فكر في الملعب، تمريراته متقنه، تمريرات سحريه. شفنا هو السبب في الهدف الثاني المميز جدا اللي حرزه وسام معلي، اللي ينم على ويدل على مهاجم، جون مهاجم، جون ممتع، جون فيه تكتيك عالي جدا. واللمسه بتاعته الاكرم توفيق اللي جاب منها الجون الثالث كمان. بالظبط. الاكرم توفيق نجم المباراه امبارح. لعيب محوري بشكل كبير جدا، لعيب عنده مجهود رائع، مجهود غير عادي في كل ارجاء الملعب. امبارح طلع هدف وحط هدف الثالث، يعني الهدف الثالث اعتقد ده يعني ربنا توج مجهوده اللي هو يقدر الهدف الثالث، اللي هو فعلا من افضل اللاعبين في المباراه امبارح. فبنبارك النادي الاهلي ومبروك فعلا الاداء، مبروك المكسب، الفوز الكبير انه حقق في البطوله دي. يعني عاوز اقول لحضرتك ما دخلش فيه غير هدف واحد لغايه دلوقتي، احرز 12 دخل فيه هدف، برضه عامل رؤيه. يعني البطوله دي كلها ارقام قياسيه. المره 17 يوصل النهائي، شباك مصطفى شوبير نظيفه بشكل كبير جدا، والخامس على التوالي نهائي، والخامس على التوالي النهائي. ففز حاجات. ومستر كولر كمان امبارح حقق 20 فوز في دوري ابطال افريقيا، يعني كسر 20 مباراه بلا هزيمه، بلا هزيمه زي يعني عدى الرقم بتاع مانويل جوزيه اللي هو كان 19 مباراه بتاع مانويل جوزيه بدون هزيمه. تعادل، كسب 12 وتعادل 7، لكن هو كسب 14 وتعادل 6 وماشي، وعنده فرصه كبيره جدا اللي يحقق الرقم
ويذهب بعيدا يبقى صعب تحقيقه مع مدير فني اخر. فدي كلها ارقام قياسيه هتدي طبعا دافع وحافز ان الفريق يوصل بماتش الفاينل. هيبقى ماتش طبعا صعب، ماتش مش سهل، مع فريق عنيد، فريق قوي جدا، فريق بدني، وخاصة ان الترجي لسه فايز على سان داونز، يعني ده موضوع تاني ده هتكلم في يعني عنده نشوة الانتصار بالظبط. يعني فريق الترجي الموسم ده بيرجع الصفيق تاني، وبيرجع فريق الترجي القوي المرعب المثير، قدر الفريق يعني يغير من جلده بشكل كبير جدا، يكتب امجاده من جديد بالظبط. يعني يوصل الفاينل برضو للمره التاسعه. كمان جاب مدير فني برتغالي مستر ميجل، عامل شغل كويس جدا مع الفريق. اما حضرتك تتوقعي او تشوفي الفريق بيكسب سان داونز بقوته بعراقته رايح بنجومه، جاي. هنتكلم عنه برضو، هنتكلم عنه رايح جاي نادي الترجي. بالظبط. فاذا الماتش هيبقى قوي وفريق مش سهل. عايزه انقل لحضرتك بقى تساؤلات السوشيال ميديا. يعني بيتساءلوا الجماهير، يعني وجماهير النادي الاهلي، ليه كابتن كولر او المدير الفني للنادي الاهلي ليه مش يعني بيستغل قدرات اللاعب المغربي رضا سليم؟ هل هو مش مقتنع بيه؟ لا مقتنع بيه، بس هو مستر كولر عنده مش عارف ايه فكره او ايه منهجه في القصه بتاعت التاخر في التغيير. يعني دايما بيغير في الدقيقه 65 او 70. ليه ما بيغيرش في من شوطين؟ دي ما كسرهاش غير في ماتش الزمالك فقط لا غير في الدوري، اما غير 3 لعيبه من شوطين. امبارح كان في تغييرات بعد الدقيقه 80، يعني نزل كهربا في الدقيقه 82 مثلا. بالظبط. وامام عاشور لولا مثلا بعد ما حضرتك الكورتين بتوع مازيمبي فنزل امام عاشور. فاذا لا عنده مشكله في التغييرات، لكن عنده بره كان عنده بره كهربا، عنده رضا سليم، عنده في كذا لعيب في النادي الاهلي ينزلوا ويغيروا ويبقى ليهم اداء وبصمه كبيره جدا. لكن هو احتفظ بالسكواد اللي لعب بيه، قدر يكسب بيه، رغم ان هو طبعا لولا تغيير امام عاشور، لولا الصفقه بتاع او الفريق كله استنفر الدوافع اللي جواه بعد الهدف الملغي للفريق مازيمبي، اللي هم اشعروا ان ممكن المباراه تضيع منهم، ممكن يخرجوا من البطوله بشكل كبير جدا. لان مازيمبي لو حط هدف، الاهلي لازم يحط هدفين عشان يتاهل، هيبقى الضغط اكبر على الاهلي، الضغط كبير جدا. فدي كلها عملت عوامل كتيره جدا ادت الاهلي يبقى يركز اكتر. مستر كولر برضه يركز بشكل كبير بره، يعمل تغييرات مناسبه. ما هو الجمهور مش فاهم ليه دايما مستر كولر بيخلي التغييرات في الشوط الثاني وفي نهايه الشوط الثاني كمان في اخره. على الرغم من ان في المباراه اللي ما بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر عمل التغييرات بدري، في الدوري عمل التغييرات بدري، وكانت لصالح طبعا الاهلي. انا بقول لحضرتك دي كان استثناء. يعني مش ده الطبيعي. لا مش طبيعي. الطبيعي وطلع في مؤتمر كان ليه تعليق كده بيقول انا مش عارف اغير بدري مش عارف وغير متاخر. لا احنا عاوزين المناسب والمطلوب واللي يتوافق مع متطلبات المباراه والمنافس ايه، وانا عاوز ايه المباراه، وانا شاكك في بعض اللعيبه تبقى منهكه، بعض اللعيبه تبقى مش مركزه، بعض اللعيبه عندها سوء توفيق. فلازم انا كمدير فني بره ابقى عندي جاهز، وابقى عندي اغير بشكل كبير جدا واغير شكل اداء الفريق. اما انا ادخل واحد دم جديد في الفريق، عنده فكره، عنده اداء، يعمل تغيير في الاداء الفريق بشكل جماعي ككل، لا طبعا مطلوب. لكن كل ما اتاخر في التغيير كل ما بيزداد العبء على الفريق، بيزدادوا ارهاق اكتر، ما فيش حتى تركيز في بعض اللعيبه، منطقه الخطر بقى بالظبط. يعني لكن لو جه لا قدر الله هدف صعب التعويض عشان اغير تاني واللعيب يخش في مود المباراه، بياخد لي مش اقل من 15 دقائق، بيكون ضاع وقت. فدي كلها عمليه سلبيه على الفريق. نتمنى مستر كولر في الفترات القادمه ان هو يعني يحاول يبقى يعني بدري شويه. ارجوك يعني يا مستر كولر يعني فتستمع الى اراء الجماهير. فعلا. لو حبينا نتوقف بقى عند حارس مرمى النادي الاهلي مصطفى شوبير وتالقه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره في اكثر من مباراه، وخاصه مباراه امبارح، شايف مستقبله ايه مع النادي الاهلي خاصه بعد عوده الحارس محمد الشناوي من الاصابه؟ طبعا حاجه مفرحه جدا يكون النادي الاهلي عنده حارس تاني بنفس القوه ونفس الاداء ونفس اللياقه البدنيه والذهنيه المميزه جدا لمصطفى شوبير. يعني شفناه حتى في فاينل السنه اللي فاتت قدام الوداد في الماتش الذهاب هنا في المباراه، قدر يبقى عملاق جدا في اول مشاركه ليه. ثم السنه دي من بعد اصابه الشناوي كل الماتشات اللي لعبها الى حد كبير جدا عمل اداء عالي جدا، باستثناء بعض المباريات في الدوري. لكن كدوري ابطال افريقيا لا مركز. يعني شفنا ماتش سان داونز هناك في الذهاب، طلع انفرادين
اهداف محققه الحقيقه، لكن هو ده يدل ان هو مركز، الرياكشن عنده عالي، رد فعل عنده عالي جدا، بيقدر يعني يتفاهم بشكل كبير جدا ويتجانس بشكل كبير جدا مع المدافعين. لغايه دلوقتي ما دخلش فيه ولا هدف في 7 مباريات متتاليه في دوري ابطال افريقيا، ده ريكورد عالي جدا طبعا. ودي كلها بتديله ثقه واداء عالي جدا ان هو يقدر يكمل المشوار بشكل كبير. حتى لو الشناوي رجع ووقف هو كحارس اساسي وحارس مرمى الاول، حارس مرمى مصر الاول، اعتقد ان هو حكايه عند الاهلي حارس واثنين الاول والثاني، واعتقد هيبقى مكسب كبير جدا لمنتخب مصر. يبقى في الشناوي، في عواد، في مصطفى شوبير، يعني في بعض في الحراس اكتر من يعني بديل اكتر من حارس وعلى مرمى. نفس اهم حاجه يكون نفس المستوى، نفس الاداء، منافسه تبقى شرسه قويه، لكن لمصلحه الفريق سواء الاهلي او منتخب مصر. طيب برضه لو حبينا نتوقف عند اللاعب التونسي يعني علي معلول وتألقه برضه مع في صفوف النادي الاهلي في الفتره الاخيره، شايف ان المفروض النادي الاهلي يعني يجدد له بقى في الفتره اللي جايه ويعني يراضيه بمعنى اصح؟ طبعا هو تشعري اللي هو لعيب مصري. علي معلول فعلا لعيب مخلص جدا، لعيب بيتفانى في الملعب، بيعمل جهد كبير جدا وبيظهر تأثيره في المباريات المهمة الكبيرة. والصعبة، الكبيرة والصعبة. الكبيرة والصعبة والناس المهمة جدا تلاقيه هو في الميعاد وموجود وليه بصمة وتأثير. يعني شفنا الكروس اللي عمله امبارح في الماتش اللي جاب منه الهدف وسام أبو علي، يعني بالمقاس وفي التوقيت المناسب، وما شاء الله كمان بالنسبة لسنه 34 سنة طبعا يعتبر يعني طبعا في عنده لياقة بدنية عالية. طبعا ده فعلا الواحد وجوده مكسب النادي الاهلي طبعا، بس لازم يكون في طبعا صف تاني وتالت، ان الاهلي طبعا بيخش في بطولات كتيره جدا، معرض معلول مثلا للانذار، للاصابه لا قدر الله، لازم يكون عنده 1 و2 و3 بدايل معلول. لكن كمعلول طبعا الواحد بيرفع له القبعه، لعيب مميز، لعيب فعلا صاحب مهارات، صاحب سرعات، صاحب فكر، وليه كذا وميزه. بيرفع كويس جدا الكورنر، بيحط ضربات جزاء، اي ضربه ثابته من خط ال 18 بيحرز منها اهداف، او على الاقل بيعمل خطوره على المرمى المنافسين. ليه تاثير وليه بصمه، وبيعمل جبهه قويه جدا في النادي الاهلي، وبيتعب اي فريق منافس حقيقه. فدي نقدر كلها نقول ان هو مهم. يعتبر برضو يعني علي معلول يعتبر الاهلي، وكان موسم متالق صحيح، في بعض فترات في عنده هبوط، ده وضع طبيعي، مفيش حد يفضل في القمه على طول، لكن بيستعيد سريعا مستواه، وتلاقيه في الماتشات المهمه والنهايات اللي هي الكبرى مطلوب بقى، فيها الكبرى بتلاقيه موجود ومتميز ومتالق زي ما شفنا امبارح. طيب ده يشفع له طبعا. طبعا. طيب زي ما قلنا كده وزي ما شفنا سير المباراه بتاع امبارح، لقينا ان الاهلي تم وضعه في ضغط في الشوط الثاني زي ما شفنا كلنا في مباراه امبارح. ازاي الاهلي يتدارك تلك الاخطاء في اللقاء اللي جاي مع الترجي التونسي سواء في رادس او هنا في القاهره؟ لا ده ماتش بقى ليه حسابات اخرى. طبعا عشان توصل للفاينل لازم يبقى عندك فكر تاني واستراتيجيه تانيه مختلفه وترتيب تاني بشكل كبير. طبعا مستر كولر اكيد هيدرس فريق الترجي بشكل كبير جدا، ماتشاته سواء ماتشاته المحليه في الدوري التونسي او في دوري ابطال افريقيا. هيشوف ازاي التكتيك اللي يلعب بيه مستر ميجل البرتغالي، اللي هو فعلا عامل شغل عالي جدا مع الفريق التونسي. هيشوف ازاي بيلعب، عنده بعض المحترفين، عنده بعض اللعيبه البرازيليه، عنده لعيبه مثلا 7 8 لعيبه في المنتخب تونس، لا عنده خبرات، عنده لعيبه متميزه، عنده اوراق رابحه بشكل كبير جدا في اكتر من مركز، عنده حارس مرمى مميز مميش ده متالق، ومن الاسباب الكبرى وصول الترجي للفاينل. يعني فعلا بيزيد عن مرماه بشكل قوي جدا، وعنده رياكشن عالي جدا. واحنا عندنا مصطفى شوبير بالظبط عندنا مصطفى شوبير وشناوي الحمد لله يعني بعد ما رجع. فاذا دي كلها مهمه كبيره جدا وثقيله جدا على مستر كولر، اللي هو يقدر يدرس فريق الترجي بشكل جيد، مواقف القوه والضعف، وازاي ازاي بيلعب، ازاي بيحضر لكل مباراه عمل فيها ايه. دي كلها شغل عالي جدا من سواء مستر كولر، سواء الاحمال، سواء التجهيز البدني، الذهني، النفسي. دي كل الحاجات دي كلها لازم تكون مطلوبه ومتاحه للفريق عشان يخش المباراه النهائيه، لان الماتش الاولاني في تونس. مطالب الفريق التونسي طبعا احنا عارفين في تونس هناك، وملعب رادس والجمهور والضغط الغير عادي هناك،
رهيب جدا. فلازم كل ده يكون متدرب عليه وعامل حساباته مستر كولر واللعيبه. عموما احنا عندنا من هنا لغايه يوم 18 الاهلي عنده وقت كافي ان هو يعني يعيد ترتيب اوراقه طبعا علشان يستعد لهذا اللقاء في مباراه الذهاب والعوده ما بينه وبين الترجي التونسي. هنطلع مع يعني اسمح لنا نطلع مع الساده المشاهدين لفاصل دلوقتي نستعرض فيه كده اهداف النادي الاهلي مع الترجي التونسي عبر التاريخ. نشوف مع بعض. اتفضل. سيد عبد الحفيظ وبيبو عودة مرة أخرى لاستكمال حلقتنا مع ضيف حلقتنا النهاردة الناقد الرياضي عادل عطية. وزي ما شفنا مع حضراتكم مجموعة أهداف لما بين الناديين الأهلي والترجي التونسي في عدد من المباريات المختلفة. عايزين كده نفكر حضراتكم النادي الأهلي التقى مع الترجي التونسي 3 مرات في تلك البطولة دوري أبطال إفريقيا. أول مرة كانت سنة 2012 وفاز فيها الأهلي على الترجي التونسي. بعدها ب6 سنين التقى برضو الأهلي مع الترجي عام 2018 والمرة دي في البطولة دي سنة 2018 فاز فيها الترجي ليلتقوا بعد 6 سنين تانيين اللي هي 2024 السنه دي ان شاء الله. يبقى الدور على الاهلي بقى ان شاء الله الاهلي يفوز بتلك البطوله حسب ما كنا بنتكلم في الفاصل يا استاذ عادل. نتمنى طبعا ان البطوله دي بطوله باسم مصر يعني الاهلي بقى باسم مصر، فنتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي في البطوله. الاهلي 2012 كان عمل ماتش يعني عالمي في الحقيقه يعني. كان المدير الفني ساعتها كابتن حسام بدري. ثم 2018 قدروا يكسب الترجي هو اللي كسبنا بقى. لكن كان في ظروف خاصه في الماتش ده. يعني الاهلي كسب هنا 3-1 المراحل في رادس. الاجواء عشان بقول لحضرتك لازم الاهلي يعمل حسابه او يركز او على رهبه الملعب، رهبه ملعب رادس والجمهور والضغط خارج الملعب وداخل الملعب. فدي كلها لازم الاهلي يعني يبقى في ترتيب مختلف، لان الماتش ده ماتش كبير جدا ونهائي. والاهلي هيفرق اما يوصل البطوله رقم 12 هيبقى ريكورد كبير جدا. يبقى اقصى حاجه قرب يعني مفيش حد باعد خالص. اقصى حاجه اللي كسب الزمالك 5 ثم مازيمبي 5 بطولات، الاهلي هيبقى 12 فهيبقى عمل ريكورد كتير جدا ليه والمصري طبعا. فدي حاجه كويسه. لكن بشكل عام هو الاهلي نكمل 2018 لما راح بقى الاهلي هناك خسر 3-0 وخد البطوله الترجي فتدور بعد 6 سنين زي ما حضرتك ذكرتي. يلتقوا كل 6 سنين الاهلي والترجي. لكن هم التقوا بشكل عام 24 مره. الاهلي كسب 12 الترجي 5 اتعادلوا 7. الاهلي حقق برضه الفوز لصالح الاهلي طبعا فرق كبير 12-5 الاحصائيات كلها لصالح الاهلي. الاهلي حط 30 هدف واستقبل من شباكه 15. فكل الاحصائيات او التاريخ لصالح الاهلي. لكن جميله الاحصائيات دي بتدي امل كده، بتدي امل. لكن ما نقفش عندها، لازم الماتش كل ال 90 دقيقه او ال 180 دقيقه فيه ذهاب وعوده لازم في تركيز، لازم في زي ما قلت لحضرتك يبقى في ترتيب مختلف بدني ونفسي وذهني. الاحمال الفريق التكتيك بتاع الفريق المنافس بيلعب ازاي، مستر ميجا البرتغالي اداء اللعيبه ازاي، الدفاع بيقف ازاي، خط الوسط وحارس المرمى لو توقفنا عند مصطفى شوبير، هل حضرتك شايف قدرته يعني عامله ازاي في تحمل مباراه زي دي في النهائي زي ده، علما بانه مش اول مره يحضر نهائي، حضر قبل كده مع الاهلي اثناء لقائه مع الوداد المغربي الوداد الاخير قوي جدا في ماتش الذهاب وماتش العوده كان محمد الشناوي بالظبط. شايف قدرات مصطفى شوبير ازاي؟ لا اعتقد هو بدا ياخد خبرات، لان هو ثم خد بعد كده كام ماتش، ثم بعد الشناوي ما اتصاب رجع تاني في الدوري، ثم رجع في دوري ابطال افريقيا 7 مباريات بدون شباكه نظيفه. ده برده بيديله ثقه، اداء عالي. قدر ياخد زي ما ايه فورمه المباريات بشكل كبير جدا. والجماهير كمان واقفه وراه، الجماهير بتشجعه بشكل كبير، والناس بتسانده وبتأذه بشكل كبير مع اللعيبه والتيم والشناوي. حتى هو بره الشناوي دافع كبير جدا وداعم ليه، سواء هو او حمزه علاء او مخلوف، كله ده بيدعم مصطفى شوبير. ودي روح النادي الاهلي بقى كلهم فريق واحد. فده اللي بيديكي الاحساس اللي مصطفى شوبير هيبقى هيستمر ويتالق، لان هو خد الثقه خلاص وخد الاختبارات ومحطات صعبه جدا ونجح فيها. فنتمنى ان شاء الله التوفيق لمصطفى شوبير في الماتشات القادمه، واللي هو يبقى في نفس المستوى نفس الاداء العالي جدا، لان ده كله استفاده ليه والنادي والمنتخب مصر بكل تاكيد. يا رب. مش عايزه يعني يخلص حوارنا عن مباراه امبارح من غير ما اتطرق الى اللاعب الفلسطيني القادم من السويد وسام ابو علي، والمنضم حديثا لصفوف النادي الاهلي، واللي احرز طبعا امبارح يعني هدف وكان تالق طبعا في المباراه امبارح. تقيمه لي كده ازاي وسام ابو علي؟ انا عايز اقول لمستر كولر، انت عندك فريق يعني مهاجم من طراز فريد، مهاجم شاب واعد
عنده خبرات، عنده تحركات واعيه جدا، سريع، مرن، شويط، بتسديدات متقنه، بيتحرك في المنطقه الاماميه بشكل جيد، حتى في الدفاع بيدافع بشكل جيد. ليه بتقعده؟ ليه بتلعب؟ ليه يعني بتضايق الجمهور الاهلي بموديست اللي هو ضعيف جدا وغير مؤهل بشكل كبير، يبقى هو في فريق كبير زي الاهلي. طبعا. لكن اعتقد ان تحركات وسام ابو علي طبعاً وطريقه تعامله مع الكره طبعاً بتحس ان هو عارف هو بيعمل ايه. طبعا، يعني عاوز اقول لحضرتك الهدف الثاني بشكل خاص تحركاته وازاي يستقبل الكوره من وضع طائرا بالشكل الكبير جدا في المكان الفاضي قدام في الحارس مازيمبي، اداء عالي جدا ينم او يدل ان هو فعلا مهاجم من طراز فريد. ده فعلا هدف لمهاجم، مش هدف واحد جاي من خط الوسط بيكمل من الوينج بيكمل، لا مدافع بيزيد بيكمل، لا ده مهاجم بشكل كبير جدا، تحركاته واعيه، حط الهدف بشكل مميز جدا. اعتقد الناس كلها اطمأنت اللي فيها الاهلي عنده مهاجم من طراز فريد، سواء هو او كهربا اللي هو نزل في الاخر. طبعا. تحيه طبعا تقدير ليه. طبعا نتمنى طبعا يكمل بقى نفس الاداء العالي مع ثقه كبيره جدا من مستر كولر يديها له في الماتشات القادمه، سواء في الدوري او في الفاينل، عشان يقدر يترجم افكار الفريق وفكر الفريق وفكر حتى مستر كولر اللي هو يكمل ويحرز اهداف ويبقى في دي بصمه وليه دور كبير جدا ايجابي في فوز الاهلي ببطوله افريقيا. طبعا. قبل ما ننتقل لنادي الزمالك كده، علق لي برضه بشكل سريع على احمد عبد القادر وتالقه في التحرك بشكل جماعي. هو احمد عبد القادر يعني كان في برضه غضب عليه لفتره كبيره جدا، لكن رجع الملعب. شفنا الهدف اللي حطه في ماتش في مرمى الزمالك، حطه بشكل جيد جدا. تحركاته تشعري مع عبد القادر اللي هو رجعت له الثقه بشكل كبير جدا، تحركاته واعيه، لكن بينقصه اللمسه الاخيره. هو بيستلم كويس جدا، عنده مراوغه، عنده مهاره عاليه جدا، لكن لازم يركز على الفاينل، الكره الاخيره اللي هي بتوصل او بتترجم مجهوده. لكن هو في كام ماتش اللي لعبه في الفتره الاخيره لا مميز. هو بيتألق لما بيتخلى عن الفرديه وبيتحرك بقى بشكل جماعي. بيتألق. فرجع لعبد القادر بتاع الاول، عبد القادر مميز صاحب المهاره. نتمنى طبعا يكون بنهزم السوا في الماتشات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. يا رب. ننتقل بقى للحديث عن نادي الزمالك ويعني مباراته او مهمته الصعبه القادمه، مباراته في نصف النهائي مع نادي دريمز الغاني. كلمني بقى المهمه الصعبه اللي قدام نادي الزمالك، المفروض يعمل ايه؟ والله هي كانت مش مهمه صعبه، هي كانت مهمه سهله جدا، لكن هو صعب على نفسه. صعب، عشان كده اللي جاي بقى لكن صعب. هو لاعب هنا في الاستاد القاهره في وسط الجمهور ووسط منازله على ارضه وسط جمهوره مع فريق الى حد ما ضعيف. الى حد ما مش الفريق اللي هو مرعب، يعني الزمالك في فرق جاب كبير جدا في الزمالك كتاريخ، كمستوى، كاداء، كحتى مستوى من اللعيبه نفسها، في فرق امكانيات عالي جدا لصالح الزمالك. طبعا ما قدرش يستغلها في الماتش الاولاني. صحيح في بعض الباد لك وسوء توفيق في بعض القرارات، لكن بشكل عام كان ممكن الاهلي الزمالك يركز بشكل كبير جدا، يضغط، يحط هدف واثنين وثلاثه، يبقى الماتش القادم يبقى نزهه وفسحه. المفروض لكن العمليات صعبت، وادى عبد الكريم زيتو المدير الفني بتاع دريمز خد ثقه كبيره جدا، وعمل تصريحات عنتريه: ليه انا ما كسبتش؟ ليه انا ما العبش في ارضي في ملعبي بشكل مميز؟ ليه بتقللوا من قدرات لعيبتي؟ دي كلها بدا يتكلم، يعني احنا الزمالك اداله فرصه يتكلم، افتكر بقى ان هو فريق بالزبط. كبير يضاهي فريق الزمالك بالظبط. لكن احنا لازم الزمالك يعني يركز بشكل كبير، لازم مستر جوميز يحط تشكيل مناسب للمباراه دي، لان برضه هناك الاجواء والملعب والجمهور هيبقى ليها دور مع فريق دي. ما احنا قلنا هناك بقى هيكون في فرق امكانيات، طبعا امكانيات فريق الزمالك والتوقيت هيلعب الساعه 4 بتوقيتهم، يعني 7 بتوقيتنا مع التوقيت الجديد. هيلعبوا الجمهور هيبقى وسط الجمهور وعلى ارضه، وعنده بعض الاوراق، يعني عنده مثلا جون انطوي هداف البطوله 5 اهداف، وجون انطوي لعب في الاسماعيلي ولعب في الاهلي وعارف طبيعه لاعب المصري، برضه دي كلها في صالح دريمز. المدير الفني شاف الزمالك وشاف التكتيك بتاعه وشاف فكري جوميز، ده كله لازم مستر جوميز يحطه في حساباته ويرتب كويس قوي الماتش بتاع بكره، عشان ينزل ضاغط من الاول، يقدم اوراقه بشكل كبير جدا، ما يبقى عنده جرأه هجوميه، ما يخافش من الفريق الغاني، يحرز اهداف مبكرا، يصعب المهمه هو بقى على دريمز. على فريق دريمز دي كلها عاوزه شغل عالي جدا من
نتمنى يكون ليه دور زيزو، يكون استشفى من الاصابه لان مهمه جدا وجوده. فتوح يكون مهم برضو، عمر جابر موجود يكون بشكل مهم، سيف الجزيري، مصطفى شلبي، دونجا، احمد حمدي، مسلوسي، حسام عبد المجيد، عواد يكون فايق مركز. هل عودة المصابين ممكن يكون ليها دور طبعاً. بكره في مباراة بكره؟ طبعا يعني زي ما قلت فتوح وعمر جابر وزيزو مهمين جدا، 3 اوراق مهمين جدا. فتوح في خط الدفاع وجابر لعيبه محوريه بيطلعوا بيقدموا بيزيدوا بيدافعوا كويس. زيزو طبعا من افضل اللعيبه في مصر، وجودهم مهم مؤثر، حتى مؤثر على التيم الدريمز لما يلاقي الفريق زي مكتمل هتفرق معاه كتير جدا. نتمنى الزمالك اللي هو يبقى يلعب بكره بشكل جيد، يبقى مركز زي ما قلنا، يحاول يستغل انصاف الفرص او اشباه الفرص، عشان دي كلها هتديله افضليه وثقه كبيره جدا، وتصدر الازمه والارتباك لعبد الكريم زيتو وفريقه الغالي. نتمنى كل ده يحصل ان شاء الله. وبالتالي بقى المدير الفني لنادي دريمز ما يتكلمش بقى ويقول احنا ليه ما نكسبش، احنا اللي نكسب بقى الزمالك يوصل الفاينل بقى ويقرر انجاز 2019، وما الزمالك ياخد الكونفدراليه بطل الكونفدراليه والاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. المره الثانيه في تاريخه لو كان الكونفدراليه السنه دي. لا عاوز اقول حاجه ثاني، لما الزمالك يكسب دوري ابطال الكونفدراليه، دوري ابطال الاهلي يكسب دوري ابطال افريقيا، يلعبوا بعض في السوبر، يبقى سوبر عربي مصري. حاجه مميزه جدا. طبعا دي كلها يعني طموح نتمنى نشوف يبقى النهائي او النهائي وقابل للتحقيق. ليه لا؟ ان شاء الله. الزمالك قادر، الاهلي قادر، بس محتاجه طبعا شغل كبير جدا من المديرين الفنيين بتاع الفرقتين، شغل كبير جدا من اللعيبه يركزوا، التيم وورك بتاع الفريق كله خارج الملعب وداخل الملعب يبقى كله عارف ان ده فاينل ونهائي وبطوله كبيره جدا تتحسب لانجازات الفريق. بكل تاكيد. بما ان حضرتك جبت سيره المدراء الفنيين، يعني عايزين نتكلم على المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز، وتقييم حضرتك ايه لادائه مع الفريق في الفتره القصيره دي؟ والله هو لغايه دلوقتي الواحد مش قادر يحكم بشكل كبير على ان هو مدير فني مميز قوي حاجه جامده جدا. لا، هو بدا بشكل ضعيف جدا، ثم بدا يستفيق، ثم برضه لازم الواحد يعذره ان هو عنده سكواد، في بعض لعيبه بتلعب في دوري ابطال افريقيا كاس الكونفدراليه، وبعض لعيبه في الدوري مش مقيدين في افريقيا، زي ناصر ماهر، زي عبد الله السعيد، ودي برضه اوراق مهمه جدا، يعني لعيبه مميزه. هو ما كانش عنده فرصه لاختيار لاعبين، هو جه لا هو جه جاهز على اللعيبه دي، لا الدنيا جاهزه، الزمالك اشترى لعيبه بالظبط. عقبال ما اللعيبه استوعبت التكتيك بتاعه والفكر بتاعه، ونفس هو شاف قدرات اللعيبه، خد وقت. قدر يكسب الاهلي، دي برضه دافع كبير جدا، رغم ان برضه عمل تغييرات في الماتش يعني غريبه جدا ادت الافضليه بعد فتره الاهلي، لكن قدر يكسب المباراه وادته دفعه كبيره جدا يكسب الاهلي، دي بطوله خاصه وادته ثقه. لكن شفناه في ماتش دريمز يعني فعلا بعد ما التوتر الصعبه ما قدرش يجتاز الفريق الضعيف جدا، ضيع فوز كبير جدا على الدريمز. نتمنى هو بقى الماتش العوده بكره يقدر يبين اوراق اعتماده بشكل كبير جدا، يبين فكره والتكتيك بتاعه عامل ازاي، قرا الفريق الدريمز ازاي، نشوف ايه تفوقه بكره. نتمنى طبعا راي حضرتك ان شاء الله، راي حضرتك بقى في المباراه بتاعت بكره، المفروض الزمالك يبدا المباراه بالضغط على فريق دريمز، ولا الضغط المبكر من الشوط الاول طبعا، ولا يستنى كده لغايه ما يمتص حماس فريق دريم وبعد كده يشوف بقى يقسم المباراه لمراحل تكتيكيه؟ لا، لازم الزمالك بقوته بعراقته بنجومه لازم يبدا ضاغط من الاول، يعني يبقى في عنده جرأه هجوميه، ما يخافش ما يهابش الجمهور. ما هو عنصر الارض والجمهور معلش لعيبه كبيره ولاعيبه منتخب، اللعيبه كلها عندها خبرات ولاعيبه منتخب، فلازم الفريق ومستر جوميز والجهاز الفني والمعاون كله دول يعني يصدروا القصه دي للعيبه، دي يبقى الناحيه النفسيه، الشغل النفسي للعيبه، وان يكونوا مركزين بدنيا وذهنيا، ده شغل البدني للفريق والاحمال، يبقى جاهز بشكل كبير جدا عشان دي ماتش لو حصل فيه اي مطبات هيخرج من البطوله، يضيع مجهود اللي فات ده كله. فلازم كل ده يبقى في حسابات مستر جوميز واللعيبه من اول مباراه يبداوا يبينوا حتى امكانيات اوراق اعتمادهم للفريق، حتى الفريق الثاني لا يبقى شايف الزمالك فريق قوي جاي، مش خايف من الجمهور، مش خايف من اللعيبه المنافسه، بيلعب بشكل جيد بجرأه هجوميه، بيحرز هدف، بيصدر ازمه لفريق الدريمز ويقدر يفوز المباراه خارج الملعب ويوصل للفاينل. دي كلها لازم الزمالك يعملها لو عاوز يكمل
ويوصل الفاينل. لكن هخاف واستنى واشوف الملعب عامل ازاي والفريق هيهاجم ازاي وابقى رد فعل. لازم انا اكون فاعل ما ابقاش رد فعل عشان اكسب المباراه. اركز بمعنى اصح. طبعا لازم. طب تقييم حضرتك ايه لنتيجه بكره بناء على مباراه الذهاب؟ مباراه العوده بكره تفتكر هيكون الفائز مين؟ نتمنى طبعا الزمالك، والمفروض هو الزمالك اقدر واحق لان فرق امكانيات زي ما قلت لحضرتك والخبرات كبير قوي صراحه نادي الزمالك، فنتمنى يستغلها بشكل ايجابي. يعني العنصر ده مهم جدا اما يوصل الفاينل، ده حاجه كويسه جدا. دي كلها بتدي ثقه لمستر جوميز، للعيبه، للاداره، ان هم بداوا يستفيقوا من بعض العصرات اللي هم عايشين فيها والمشاكل الاداريه ووقف القيد، وعندهم مشاكل كتير جدا الزمالك. فكل الفوز بيغطي على المشاكل دي كلها وبيدي ثقه ان هو يقدر يكمل في الدوري، يقدر يكمل في البطوله، ياخد البطوله. دي كلها مهمه جدا وحاجات ايجابيه نتمنى الزمالك يعملها بكره، عشان المكسب بيجيب فوائد كتير جدا وبيغطي على بعض السلبيات بشكل كبير جدا. فنتمنى الزمالك يكسب ان شاء الله بكره ويوصل الفاينل باذن الله. طيب موضوع خالد بوطيب انتهى على ايه بخصوص القيد؟ مشكله طبعا، ما هو زي ما قلنا الزمالك المجلس جه مسك او روجيت او ورقه او حاجات كده، كلها حاجات مجعلصه، حاجات كلها مطبات كبيره جدا، مشاكل كبيره جدا، عنده مشاكل وعراقيل كتيره، حاجات عراقيل وكلها حاجات معقده. لكن قدر يجتاز مرحله كبيره جدا وسدد مبالغ طائله كبيره جدا. لكن برضه جت مشكله مطيب، ده مشكله كبيره. هي مشكله كبيره والمبلغ كبير كمان جدا، زي ما قلنا 2 مليون و400 الف يورو، يعني 123 مليون جنيه مصري، رقم كبير جدا. فدي مشكله محتاجه بقى فكر مختلف، محتاجه ازاي يبقى في تفاوض اخر مع اللعيب، مع وكيل اللعيبه، عشان يقدر يوصل لحل مميز يرضي الطرفين، ويقدر الزمالك يقسط المبلغ ازاي، الاول يقلله ثم يقسط اللي هيتفقوا عليه ازاي. دي كلها مشاكل كبيره جدا وقع فيها مجلس اللي هو فعلا ليس ليه علاقه ولا جمل فيها. هو جه لقى المشاكل دي، وكل مره اما يطلع من مطب ينزل من مطب اخر. طبعا نتمنى دي كلها يحلها الفتره القادمه، لان دي كلها مهمه جدا. فريق زي الزمالك بحجم الزمالك يبقى دايما بينافس على بطولات ويحقق بطولات وانجازات. طبعا الزمالك نادي كبير ويهمنا ان هو يتخلص من كل تلك العراقيل، لان تالقه هو انتصار للكره المصريه بالزبط. يعني. لان اهلي والزمالك هم دول جناحي الكره المصريه وبيصبوا في المنتخب في النهايه. طبعا لازم يكون في منافسه قويه. نتمنى يحل مشاكل مجلس اداره اللي هو ملوش ذنب فيها الحقيقه زي ما بقولها، لكن هو اتحط في مكان المسؤوليه، فلازم يبقى عنده افكار وعنده بدايل وحلول كتيره جدا عشان يخلص من الحفره الكبيره جدا اللي وقع فيها مع مطيب، اللي هو الناس كانت بتتعاقد بشكل عشوائي، ما عندهاش فكر، ما عندهاش اي حاجه، كانت بتضر الزمالك الحقيقه مش بتفيد الزمالك. وكل ده بيصب مين اللي بيدفع الثمن؟ جمهور الزمالك طبعا. فدي المشكله كبيره. عموما احنا بنتمنى كل التوفيق بكره لجماهير نادي الزمالك ان هي تفرح مع فريقها في لقاء نصف نهائي كاس الكونفدراليه ما بين نادي الزمالك ونادي دريمز هناك في غانا ان شاء الله. يعني كلنا نبارك لنادي الزمالك بكره ان شاء الله. في نهايه حلقتنا بنشكرك الناقد الرياضي عادل عطيه، واستمتعنا جدا بحوار حضرتك معنا النهارده. كل الشكر لحضرتك. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام بكده انتهت حلقتنا. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته مع نادي الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 18 مايو المقبل، في مباراه الذهاب، وايضا في مباراه العوده يوم 25 مايو من نفس الشهر. ونتمنى بكره كمان كل التوفيق لنادي الزمالك في نصف نهائي كاس الكونفدراليه. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد وبرنامجكم الملعب. شجع فريقك مكان ما يروح.